والآن موعدنا أيها السيدات والسادة مع خطة مضمونة بنسبة 100% عشان تحوز بيها أجر ليلة القدر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. وفي الليلة دي ليلة 21 هي بداية العشر الأواخر من رمضان وأول ليلة من الليالي الوترية، والخطة المضمونة هي الخطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا. بص يا سيدي، ببساطة خالص انت عندك 3 فرص للمغفرة في رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عملتها 100 ما عملتهاش، الصيام كان فيه شوية مشاكل، ما كناش عارفين نبطل ذنوب في نهار رمضان واحنا صايمين، خلاص جت فرصتك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا ما انت مش عارف يا انا قمت ليالي وليالي لا، ويعني بيني وبينك انا ما قمتش ليالي اصلا. تمام، نيجي هنا للخطه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ازاي نفوز باجر ليله القدر بنسبه 100%. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لو قمت ليله القدر تاخد مغفرة الذنب وتحوز أجر ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر، أحسن من 84 سنة عبادة. ركز معايا بقول لك، ما دي حاجة ما تضيعش. فأصحاب سنة الاعتكاف اللي هم دلوقتي ممكن يكونوا قاعدين في المعتكف بيسمعوني أصابوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، حيث كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقعد ما بيخرجش. بس ما نقضيهاش بقى في المسجد أكل ونوم، ولكن نجتهد أن نقوم أغلب الليل. طب والله يا أمير لا أنا آسف جدا، أنا مش معتكف، أنا واحدة ست أو أنا راجل مشغول، ما أقدرش والله إن أنا أعتكف في المسجد في الفترة دي. اعمل ايه؟ هقول لك ساعتها لازم نتعامل مع العشر ليالي دول وكأنهم كلهم ليلة القدر، نفس الاجتهاد، نفس الشغل، نفس التعب، وخليك فاكر فرصة لمغفرة كل ما مضى من ذنوبك. لا يا امير ركز معايا كده عشان انت شكلك مش فاهمني، انا مشغول اكتر من كده يا حبيبي. هقول لك ساعتها ماشي، يبقى نعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فنهتم اكتر بالليالي الوتريه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نلتمسها في الليالي الوتريه من العشر الاخير من رمضان، وما نهملش الليالي الزوجيه. يا امير يا حبيبي ما انتش فاهم، انا مشغول اكتر من كده بكتير. يبقى ساعتها هقول لك انه نركز مع الليله الارجى عند اهل العلم ان هي تبقى ليله القدر، وهي ليله 27 رمضان. ولكن ركزوا معايا بقى، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم هل انت مشغول فعلا للدرجه دي ولا انت بتشغل نفسك في الليالي دي. يعني لو انا هعرف اخد اجازه من الشغل بس فيها مثلا خساره ماديه بسيطه، ليه لا؟ لو انا ههدى بقى في شغل البيت واركز اكتر مع القيام، ايه المشكله؟ فما تجيش تحط على نفسك شغل ما هواش ضروره عليك وتقول لي انا مشغول بجد. ربك عالم والاجر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لك باذن الله. طب يا امير انا لازم اقيم الليله كلها، والله ان كنت تستطيع انك تقيم الليله كلها او اغلب الليله فهو اجتهاد منك محمود وربنا يتقبله باذن الله، ولكن مش شرط طبعا ان الليله تبقى كلها قيام ليل، ولكن نقوم من الليله قدر استطاعتنا وننوع في الاعمال الصالحه. يعني في الليله دي نقرا القران ونكثر من الذكر ونكثر من الدعاء ونكثر من اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نطلع صدقه، نبر الوالدين، نصل الرحم. ما انا بقول لك ليله العمل فيها خير من 1000 شهر، فاشتغل واجتهد. طب اقيم الليل بكام ركعه؟ قيام الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين واسلم، ركعتين واسلم، الى ان اصل الى اني حابب اختم صلاتي، فهنصلي ركعه واحده وهي ركعه الوتر، فصلي اللي تقدر عليه وانت وقدر انشغالك. واقل قيام الليل ركعه واحده وهي الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ب10 ايات لم يكتب من الغافلين. يعني لو صليت الوتر ب10 ايات من القران باذن الله انت مش من الغافلين في هذه الليله. يا عم مفيش اسهل من كده، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل من العبد العمل بس نشتغل. طب معلش يا امير انا بتفرج عليك دلوقتي وانا من اصحاب الاعذار، انا مريض ما بقدرش، واحد طريح الفراش، واحده عندها في الوقت ده العاده الشهريه او نفاس، فاتتنا ليله القدر خلاص، بقى ده ظننا في ربنا سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. ففي الليله دي كل الأعمال الصالحة بإذن الله ليها قدر. فلو فرضنا أن واحد مريض أو واحدة في فترة الحيض أو النفاس ينفع نقرأ القرآن. إيه ده يا أمير بس أنا عارف أن اللي عندها الحيض أو النفاس لا تقرأ القرآن. الأمر فيه خلاف، ونقدر ناخد بالرأي اللي بيقول إنها تقرأ القرآن. نفتح أبليكيشن الموبايل نقرأ منه، أحرك لساني بالذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا في اليوم ده، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. محتاجة دي إيه؟ ولا حاجة، لسان بس شغال. الدعاء، وهو في ليلة أجمل من دي ندعي فيها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا عن ربنا سبحانه وتعالى إنه المريض اللي امتنع عن العمل بسبب مرضه ربنا سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر ما كان يفعل سليما. يعني بنيتك أنت، نية حضرتك يا فندم اللي عندك العادة الشهرية أو عندك النفاس، نية حبيبي المريض ربنا يشفيك يا رب ويعفو عنك ويرفع عنك مرضك، إن يا ربي أنا في الأيام دي لما كنت سليم، لما كانش عندي العادة بتاعتي دلوقتي، أنا كنت هقيم الليل كله، يكتب لك الأجر بإذن الله. كثر خير
الله وطاب. يا جماعه مفيش اكرم من ربنا. لو عملنا كده واجتهدنا في العشر الاواخر من رمضان باذن الله نحوز اجر ليله القدر 100%. وليله القدر خيرها لو لمسك بس يجعلك تمشي على الارض وانت من اهل الجنه باذن الله. تمام الكلام؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت كلام تمام، ومنشنوا اصحابكم يلا بينا نعيش ونجتهد عشان نحوز اجر ليله القدر. وما تنسانيش من دعاك، يعني اعرفك الخطه وما تدعيليش. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم ويجعلنا من اهل ليله القدر ويغفر لنا فيها ما تقدم من ذنوبنا. والى هنا ايها الاحباب ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما تمشي لايك الفيديو، لايك لصفحه الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، قربنا نوصل ل 2 مليون، يلا بينا. شير في الخير، الدال على خير كفاعله، وكمان تاخد اجر معايا في ليله القدر خير من 1000 شهر. شوف بقى نوصل لفين باذن الله بالحسنات. اما اللي دعم على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله. تابعوني على هاشتاج رمضان مع امير 2023 مع بعض في العشر الاواخر باذن الله. جزاكم الله عني خيرا. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.